سلام حبيباتي، كي راكم؟ نتمنى كاع تكونوا غايه بصحه وعافيه ان شاء الله، تفوتوا رمضان ان شاء الله في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله جيتكم طبق تقليدي جزائري عاصمي مشهور بزاف في منطقه الوسط اللي هو المتوم. اليوم ان شاء الله راح نطيبها لكم بالتفصيل مرحله بمرحله، كيفاش نحضروا لي بولات تاعنا وكيفاش نطيبوا اللحم تاعنا في المرقه. وكما راكم تشوفوا المرقه تاعها تجي عاتقه، مام اللحم تاعنا يجي طايب زبده. بلا ما نطول عليكم حبيباتي، نفوتوا المقادير وكيفيه التحضير. فوتوا هنايا المكونات اللي راح نحتاجوهم. انا عندي هنايا كميه تاع اللحم تاع غنمي خروف. عندي هنايا تاني كميه تاع لحم مفروم. نحتاج بصله كنت رحيتها في الاشواء. وعندي هنايا كميه تاع الثوم المتوم، حاجه ديجا كي نقولوا متوم معناتها ثوم. عندي هنايا تقريبا واحد 7 سنين تاع ثوم. نحتاج السمن، الملح والتوابل، نحتاج فلفل اسود والكمون. وعندي هنايا عود تاع قرفه. في طاجين على النار حطيت كميه تاع الزيت، زدت معاها مغرف كبيره تاع السمن، وراح نحط اللحم تاعي هنايا يتقلى. هنايا درتها لكم انا على الطريقه التقليديه، حضرته باللحم الخروف، اللحم الغنمي. هنا الاخوات ينجموا يستبدلوا اللحم تاع الخروف بلحم الدجاج، بصح هو في التقليدي هذا الطبق يجي باللحم الغنمي. وهنا كل اخوات وعلى حسب المجهود تاعهم، على حسب الامكانيات تاعهم. بعد ما حطيت اللحم تاعي يتقلى، راح هنايا نحضر لي بولات. في اناء حطيت اللحم المفروم، راح نزيد عليه نصف هذيك الكميه تاع الثوم كما راكم تشوفوا، ونزيد له هنا التوابل، نفس التوابل اللي نحضر بهم لي بولات راح نحضر بهم الطاجين تاعي. عندي كميه تاع حرور وكميه تاع كمون. كما راكم تشوفوا درت تقريبا ربع مغرف صغيره. راح نزيد عليهم هنايا الملح. وهنا لي بولات تاعي باش ما يجونيش ناشفين ويجوا مشقين، هنا راح نزيد عليهم خبز مرحي. هنايا درت لا شابيور، درت تقريبا مغرف كبيره تاع اكل. انا هنا درت بالمغرف صغيره تقريبا ما يعادل 2 مغارف ونص. وراح نزيد عليها البيض. بهذه الطريقه صدقوني راح يجوا واحد لي بولات يجوا طريين من الداخل وما يجوناش ناشفين. مام لي بولات تاعنا يقعدوا مدورين حافظين على الشكل تاعهم، ما راحش يتشقوا. انا عندي هنايا بيضه كنت مخلطتها مليح، وراح نضيف بالشويه، ما نضيفهاش خطره واحده حتى اللحم تاعي يجيني جاري. نضيف ونشوف الكميه تاع البيض. انا ضفت الاولى نص الكميه، جاتني مازالها ناشفه، زدت عليها الكميه الثانيه. تقريبا هنا دات لي حبه تاع بيض. وهنا البيض حبه تاعي كانت صغيره ما كانتش كبيره بزاف. كما راكم تشوفوا ندخل هذوك المكونات مليح مع بعض ونخليهم بجنب. هنايا عاودت وليت اللحم تاعي بعد ما تقلى لي على الجهه الاولى، راح نقلبه ونخليه يتقلى لي على الجهه الثانيه. انا هنا فضلت نحضره في الطاجين تاع الطين. كما نعرفوا الطاجين تاع الطيب يطيب في غرده. بهذه الطريقه نعاود نغطي عليه ونخليه يطيب. نعاود نولي لي بولات تاعي. هنايا راح نشكلهم. راح نمسح يدي في كميه تاع قليله تاع زيت ولا الماء كما تفضلوا. وراح نحضر لي بولات تاعي. هنا لي بولات تاع المتوم تقريبا يجوا واحد ما بين 20 حتى 25 غرام. هذيك 20 غرام هذيك هي، ما تجيش الحبه كبيره بزاف باسله وما راحش تجينا صغيره. نكورها مليح باش نديرها مدوره. نعاود نولي هنا للطاجين تاعي. كما راكم تشوفوا بعد ما تقلى لي مليح، شوفوا الماكله باش تجينا بنينه لازم تدي وقتها في التقليه، نقلوها مليح باش تجينا الماكله تاعنا بنينه وعاتقه. هنايا زدت عليها حبه تاع البصل
راح نخليها تاني تتقلى هكا باش تتجانس لي مع اللحم وتذوب لي هذيك البصله. هنا تاني زدت عليها الثوم نفس الكميه. انا اونتو تندمت واحد 7 سنينات كبار قسمتهم ما بين اللحم وما بين الكفته. بهذه الطريقه ندخلهم مليح في اللحم ونضيف عليهم هنايا التوابل درت كما قلت لكم في المتوم نحتاج غير 2 تاع التوابل، الكمون والفلفل الاسود. زدت عليه عود صغير تاع قرفه باش تتنكه لي هذاك المتوم تاعي. انا العود تاع القرفه درته غير قد ما هكا بدا يغلى لي المتوم قلعته باش ما يديش هذاك ما يجيناش بنه تاع القرفه بزاف فيه. ضفت الملح على حسب ما نبغوا، الكمون والفلفل الاسود تاني على حسب الكميه تاع اللحم اللي تكون عندنا. انا ضفت هنايا تقريبا ماشي ما با نص مغرف صغيره. وهنايا بعد ما تقلى لي الطاجين تاعي مليح كما راكم تشوفوا هذيك البصله تاعي بدات تذوب، راح نمرق عليه بالماء غالي ونخليه نغطيه ونخليه يطيب. هنا الماء تكون على حسب الكميه تاع اللحم. كما نعرفوا اللحم تاع الخروف ماشي كما اللحم تاع الدجاج يدينا الوقت. هنايا ضفت عليه الحمص تاعي هنا ما كانش طايب، على بها ضفته هنا في البديه. اللي كان عندهم الحمص تاعهم طايب ولا الحمص هذاك تاع العلب حتى في الاخير كي يطيب لنا اللحم تاعنا نرموه هكا باش ما يتحرحر لناش الحمص تاعنا. بهذه الطريقه راح نغطيه ونخليه حتى يطيب على غرده ويتجمر لي. وهنايا بعد ما طاب اللحم تاعي هنا طاب تقريبا 90% صاي. هنا راه طايب اللحم كما راكم تشوفوا بهذه الطريقه. هنا راح نضيف عليه هذوك لي بولات تاع الكفته. هنا لي بولات تاع الكفته تاعي راح كي نحطهم في الطاجين ما غاديش نبقى نخلط فيه، راح نحطهم بهذه الطريقه ومن بعد نرفد الطاجين تاعي ونهزه هكا هزه خفيفه باش يدخلوا لي في هذاك البويون وما نخربش فيهم بالمغرف باش يبقوا محافظين على الشكل تاعهم يجوني هكا مدورين بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا. ونغطي عليه ونخليه واحد 10 دقائق قد ما لي بولات تاعي يطيبوا والمرقه تاعي تجيني مجمره. في الاخير حبيباتي كما راكم تشوفوا هذا هو الطبق تاعنا تاع المتوم حاضر في طبق التقديم. زينته هذا تزيين خفيف بالشرائح تاع الليمون. كما راكم تشوفوا هنا المرقه تاعنا تجي عاتقه ومام الحمص تاعنا يجي طايب واللحم تاعنا تاني يجي طايب زبده. وهنا لي بولات تاعنا غادي نقسم لكم باش تشوفوهم كي يجوا من الداخل ما يجوناش ناشفين. كما راكم تشوفوا يجونا طريين والحبه تاني تجينا مدوره باسكو كي نبقاو نخربوا فيهم تاني بالمغرف راح نخسروا لهم الشكل تاعهم. وهنايا مام اللحم تاعنا كما راكم تشوفوا يجينا طايب زبده. حبيباتي كانت هذه هي وصفتنا لنهار اليوم. هذا هو الطبق تاعنا لنهار اليوم. نتمنى تعجبكم الفيديو تاع نهار اليوم. تنال رضاكم. الا عجبتكم حبيباتي ما تنساوش تشتركوا في القناه، بارطاجوا الفيديو مع الاحباب والاصدقاء. الى اللقاء في وصفه جديده ان شاء الله.